السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من سنة أولى طب. تخيل إن تجربة بدأت من 200 سنة هي السبب في إنك بتذاكر البايو النهاردة. محاولات كتير وتجارب كتير عشان العلماء يوصلوا ويفهموا إزاي جسم الإنسان بيبني وبيكسر وبيخزن وبيصنع طاقة، وكل واحد من العلماء كان بيكتشف له معلومة جديدة، ومن هنا ظهر علم البايوكيمستري. أول ما ربنا يكرمك وتدخل الكلية وتفكر نفسك خلاص هربت من الكيمياء بتاعت ثانوية عامة، هتلاقي مادة في وشك كل الناس بتخاف منها، مادة البايوكيمستري. بس الحقيقة إن الموضوع مش زي ما أنت متخيل. البايوكيمستري اللي موجودة في كلية الطب مختلفة تماما عن الكيمياء بتاعت ثانوية عامة. احنا هنا مش بنحل معادلات ولا بنحفظ كيميكال ستراكشر، اكتر من اننا بنفهم التفاعلات اللي بتحصل داخل جسم الانسان، وازاي اي خلل في التفاعلات دي هينعكس على اعضاء جسم الانسان ويسبب الامراض. ولو جيت تبص على اسم المادة هتلاقيها مكونة من مقطعين، كيمستري دي معناها الكيمياء، وبايو او بيولوجي معناها الحيوية. فاحنا بنسميها مادة الكيمياء الحيوية اللي بتهتم بالتفاعلات اللي بتحصل جوه جسم الانسان، مش اي تفاعلات في الطبيعة وخلاص. عاوز اقول لحضرتك ان بالنسبة للبايوكيمستري فالمفترض ان انت بتدرس الكميه الاكبر منها في سنه اولى في معظم الجامعات، ولو اتبقى منها اجزاء للسنين اللي بعد كده بتكون اجزاء بسيطه، بس معظم الماده انت بتدرسها في سنه اولى. المنهج بتاع البايوكيمستري بيبقى متقسم اجزاء. اول جزء عندنا هو جزء الكيمستري، وده اللي بنتعرف فيه على طبيعه المواد اللي بيتعامل معاها جسم الانسان، زي الكربوهيدرات وزي الليبيدز وزي البروتين. بتفهم التركيب والوظيفه بتاعت كل حاجه منهم، وبتعرف جسم الانسان بيحصل عليها من اي مصادر. بعد ما بنخلص جزء الكيمستري ونعرف طبيعه المواد اللي بتدخل جسم الانسان، بنتنقل بعد كده في الماده لاهم جزء في الماده، وهو الميتابوليزم او التمثيل الغذائي. يعني المواد دي لما تدخل جسمي الجسم بيتعامل معاها ازاي. فبنبدا ندرس ازاي الجسم بيهضم الكربوهيدرات والليبيدز والبروتينز، وازاي الجسم بيتعامل معاهم وكيف يحدث عمليه الامتصاص. وبعدين المواد دي لما بتدخل جوه الجسم ازاي بتوصل للخلايا وبتتخزن فين، وايه التفاعلات اللي بتحصل للمواد دي عشان نبدا نحصل منها على الطاقه او على جزيئات الاي تي بي. الجزء الثالث من البايوكيمستري بيتكلم عن الجيناتكس. هتعرف يعني ايه جينات، يعني ايه كروموزومز، يعني ايه دي ان ايه وار ان ايه، وتدرس التركيب بتاعهم. وهتدرس كمان ازاي الصفات بتتنقل، وهتعرف ازاي ممكن يحصل طفرات، والطفرات دي بتاثر ازاي وتعمل امراض وراثيه. وهتعرف كويس قوي ايه فايده الجينات، وهندرس كويس قوي الجين اكسبريشن، وهنعرف ازاي ان الجين بيوجه الخليه او بيوجه جسم الانسان لتصنيع بروتينات وانزيمات معينه ويأثر على شغل الخليه. وهتدرس كمان بالتفصيل الخطوات بتاعه تحويل الدي ان ايه الى بروتين. هتعرف حاجه اسمها دي ان ايه ريبليكيشن وترانسكريبشن وترانزليشن، اللي هي الخطوات اللي بيتم بيها تحويل الدي ان ايه الى بروتين بيستخدم في خلايا جسم الانسان. انا عارف ان انت ممكن تكون درست او سمعت عن الحاجات دي في ثانويه عامه، ولكن طبعا في الطب هتدرسهم بتفاصيل اعمق بكتير. بعد ما عرفت طبيعه الماده خلينا نتكلم عن اهميه الماده. اول حاجه الدرجات عليها بتكون كبيره جدا في سنه اولى طب في معظم الجامعات، لان زي ما قلت لحضرتك انت بتدرس كميه كويسه من البايوكيمستري في سنه اولى، فبيكون عليها درجات كبيره. فاول اهميه ليها ان درجاتها كبيره ولازم تهتم بيها كويس. واحد هيقول لي يا دكتور يعني كل الفايده بتاعتها ان انا هجيب منها درجات بس؟ اقول له لا طبعا، دي من اكتر المواد اللي هتساعدك بعد كده انك تفهم طبيعه الامراض. قبل ما اكلمك عن المواد اللي انت هتدرسها في الكليه لازم تبقى عارف ان انت في بدايه دراستك بتدرس مواد كلها بتشرح جسم الانسان وهو سليم وطبيعي. تقول لي يا دكتور ده انا المفروض ان انا جاي اتعامل مع انسان مريض، انتوا ليه تشرحوا لي جسم الانسان الصحيح وهضيع فتره في بدايه الكليه عشان افهم جسم الانسان وهو صحيح؟ الحقيقه ان انت ما ينفعش تتعامل مع الامراض الا لما تعرف الجسم الصحيح عامل ازاي. حاجه كده عامله زي ما تروح لواحد بتاع سيارات، اصلاح سيارات، وتقول له خد صلح العربيه دي، وهو اصلا ما يعرفش الحاجه الطبيعيه شكلها عامل ازاي، هو بالتالي مش هيعرف ان هو يتعامل معاها. فانت في البدايه بتدرس جسم الانسان بشكل صحيح وطبيعي عشان لما يحصل خلل تبقى عارف الخلل ده جه منين، وتساعد ان انت توصف العلاج اللي هيساعد المريض انه يرجع للاصل بتاعه والحاله النورمال الطبيعيه. وعشان تفهم ازاي البايوكيمستري بتساعدك في فهم طبيعه الامراض، مرض مشهور جدا زي مرض السكر او الدايابيتس. طبعا انت لما تدرس بايوكيمستري هتكون عارف طبيعه ماده الجلوكوز في جسم الانسان، او الجسم بيتعامل معاها ازاي، والجسم بيحتاجها في ايه، وايه اللي بينظم مستويات الجلوكوز في الدم. وهتعرف ازاي الانسولين بيأثر على الموضوع ده، وهتفهم ازاي ان في انواع مختلفه من مرض السكر، على حسب ممكن يكون في ناس عندهم نقص في الانسولين، على حسب ممكن يكون ناس عندهم الانسولين طبيعي بس المستقبلات الريسبتورز بتاعته مش شغاله كويس. كل التفاصيل دي عن مرض السكر حضرتك هتدرسها كويس جدا في البايوكيمستري قبل اصلا ما تدرسها في البطنه. هتكون فاهم طبيعه المرض من خلال ماده البايوكيمستري. نفس الفكره في امراض الكبد واضطرابات الدهون، هتدرس كويس قوي في البايوكيمستري انواع
الدهون ومشتقات الدهون المختلفه والكوليسترول والحاجات اللي ممكن تزيد في الدم وتضر جسم الانسان، الحاجات دي ليها اساس قوي جدا في البايوكيمستري. حتى السرطانات جزء كبير من فهمها بدا من ماده البايوكيمستري والموليكولر بيولوجي. ده غير بقى ان في مواقف تانية كتير هتقابلك في الحياه هتلاقي ان التفسير بتاعها هتفهمه كويس في البايوكيمستري، زي ان في ناس عندهم حساسيه من بعض المواد، زي ان في ناس بتستخدم انواع معينه من الالبان بسبب ان عندهم نقص في انزيم معين، زي حاجات تانية كتير هتقابلها في الحياه تلاقي ان التفسير بتاعها اتضح معاك في البايوكيمستري. فملخص الموضوع ان حضرتك دلوقتي فهمت ان ماده البايوكيمستري عليها جزء كبير من الدرجات فلازم تهتم بيها في المذاكره، والحاجه الثانيه ان ليها اهميه كبيره في فهم طبيعه الامراض. واحد هيجي لي ويقول لي شكرا يا دكتور حضرتك عرفتنا اهميه الماده، لكن كل اللي فات ده على عيني وعلى راسي، انا بصراحه يهمني اكتر المميزات والعيوب بتاعه الماده دي في طريقه المذاكره وطبيعه الماده، انا هلاقي الماده دي عامله ازاي. من اكبر مميزاتها ان الماده دي جزء كبير منها بيعتمد على الفهم اكتر من الحفظ، ودي حاجه كل طلبه الطب بيحبوها، وهي من المواد اللي طريقه شرح الدكتور والقائه فيها بتفرق معاك جدا. فلو سمعتها من حد مميز زي دكتور عباس مثلا هتحس ان الماده سهله جدا وممتعه. كمان عايز الفت انتباهك لحاجه، ان الماده دي او اي ماده من المواد الاكاديميك اللي حضرتك بتدرسها في البدايه لو انت اهتميت بيها وذاكرتها كويس بتسندك جدا بعد كده وبتخلي عندك اساس قوي في الطب عامه. على الجانب الاخر هي من المواد اللي عليها جدل كبير وطلبه كتير جدا بيخافوا منها بسبب حاجات كتير، خليني اقولها لك. كميه الباثويز اللي موجوده والانزيمز اللي موجوده واللي اساميها بتكون متشابهه وبتتنسي بسرعه جدا لو انت مش ماشي بنظام محدد وبتراجع كل شويه. يعني عندك مثلا تلاقي حاجه اسمها جلايكوليسيس وحاجه اسمها جلوكونيوجينيسيس وحاجه اسمها جلايكوجينيسيس وجلايكوجينوليسيس واسامي شويه اسامي كده انت اول ما تسمعها هتقول ايه ده يا جماعه الدنيا فيها ايه. انت متخيل ان اللي انا قلتهم دول 4 باثويز مختلفه ولازم تكون عارف الفروقات اللي ما بينهم كويس جدا؟ واضح ان الحل الوحيد انك تذاكر باستمراريه وتكرار عشان تتقن الماده دي كويس. من العيوب برضو ان معظم الجامعات بيكون في كميه كبيره من البايوكيمستري في سنه اولى وبتكون مضغوطه، لان طبيعه ماده البايوكيمستري انها مش مرتبطه اكتر بسيستمز فعشان كده مش داخله قوي في الموديولز، لكن بيكون في بالك منها كبير في بدايه سنه اولى. كمان من العيوب ان كميه المنهج كبيره جدا مقارنه بالوقت اللي انت هتدرسه فيها. وعاوز اقول لك على نصيحه واسمعها مني كويس، اوعى تراكم في البايوكيمستري. المراكمه في البايوكيمستري بالذات خطيره جدا لان المعلومات مترتبه على بعضها ومربوطه ببعض، وكل ما تراكم هتلاقي ان الموضوع بيكون اصعب وهتكره الماده. كمان انت بتدرسها وانت لسه في بدايه الكليه فما عندكش حصيله معلومات كبيره، فعشان كده بتحس شويه بصعوبه في البايوكيمستري في البدايه. وناس كتير بيعتبروها ماده نظريه اكتر منها عملي علشان معظم الحاجات اللي انت بتدرسها ما بتشوفهاش بعينيك زي باقي المواد. فملخص موضوع المميزات والعيوب ان الماده دي انت لازم تهتم فيها بجانب الفهم كويس جدا وما تراكمش فيها محاضرات ابدا وتمشي يوم بيوم عشان تقدر تعدي منها بسلام. خلينا نتكلم بتفاصيل اكتر عن طريقه المذاكره، هقول لك على اهم النقاط اللي هتسهل عليك الماده وتخليك تحبها. اولهم ان الفهم زي ما اتفقنا اهم بكتير من الحفظ في الماده دي، وبيسهل عليك الطريق جدا عشان تحفظ. وانت بتذاكر قسم المحاضره الى اجزاء وما تستعجلش انك تفهم وتحفظ الدرس كله مره واحده. اما بالنسبه لجزئيه الباثويز والانزيمز اللي الاسامي بتاعتها متشابهه، فانت لازم كل حاجه تدرسها تركز في الاسم كويس والمعنى والمدلول بتاعه عشان ما تتلخبطش بعد كده لما تدرس حاجه مشابهه. كمان عاوزك تربط المواضيع مع بعضها، يعني لو انت بتذاكر وحسيت ان اسم الانزيم ده عدى عليك قبل كده دور عليه عشان تشوف هو كان فين بالظبط وتحاول تربط الدرسين مع بعض، وبعد فتره هتستنتج ان الانزيم ده له اكشن معين وهتلاقي الموضوع معاك بقى اسهل بكتير. بالنسبه لي كل اللي فات ده 50% بس، ال 50% الباقيين من الاتقان انك تحل ام سي كيو، لان وانت بتحل حضرتك الاسئله دي هتعرفك ايه نقاط الضعف اللي عندك وايه الحاجات اللي بيتركز عليها اكتر في الامتحان. ممكن حاجه تكون انت شايفها مش مهمه قوي لكن لما تيجي تحل تلاقيها حاجه متكرره وحاجه اساسيه في الباثوي اللي انت بتحل عليه. وعامه بقى يا سلام لو انت خلصت كل ده وبدات تشرح الدرس ده لحد، حتى لو انت مش لاقي حد معاك صاحبك في الكليه هات حد من اللي عندكم في البيت وقول له انا هقول لك على موضوع كده وشوف انت فهمته ولا لا. لو لقيته بيتجاوب معاك فانت كده وصلت لدرجه عاليه جدا من الفهم ان شاء الله. بعد ما تعمل كل ده هتلاقي نفسك بتنسى الماده بشكل مرعب. اكتر ماده ممكن تتنسي هي البايوكيمستري. طيب ايه الحل؟ الحل ان انت بتراجع دايما على فترات، بعد كل شابتر مع كل امتحان عند حضرتك لازم تراجع كل شويه عشان الحاجات بتتنسي، والتكرار هو اللي بيعلمك وبيحفظك كويس. العملي في البايو بيختلف عن النظري لانك بتشوف التطبيق العملي لبعض التفاعلات والتحاليل، فلو حضرت السكشن وراجعت اكتر من مره هتلاقي ان جزئيه العملي ان شاء الله من اسهل اجزاء المنهج وتحصل درجاتها بمنتهى السهوله. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده اللي اتكلمنا فيه عن ماده البايوكيمستري وعرفنا طبيعه الماده والاجزاء بتاعتها وازاي تتعامل معاها وايه اكتر الشائعات اللي بتتقال عنها وازاي تتعامل معاها صح عشان تعدي معاك بمنتهى السهوله. فمن الاخر كده ما تخليش كلام الناس يخوفك، ويا عم مش الكريبس سايكل اللي تعمل فيك كده. انا دكتور احمد زهره واشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي من سلسله سنه اولى طب.